السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم مره اخرى على قناه ايه شانيل. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم عجين سحري، صراحه واحد العجين اللي زوين بزاف بدون دقيق ابيض، يصلح هكا لجميع المخبوزات. غنحضر معكم به اليوم ميني بيتزا وميني بطبوط بكميه اللي هي كثيره. كنتمنى انكم تجربوه وين الاعجاب ديالكم. وبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره للطريقه وديك المكونات في نفس الوقت. انا غادي نعجن في العجانه، ممكن تعجنوا هكا في القصريه. خديت انا العجانه ديالي وضعت فيها نص لتر ديال الحليب يكون دافي، واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز اولا على حساب الجو، وواحد المعلقه كبيره ديال السكر، هنا عندي السكر البني. وغادي نضيف ايضا 250 غرام ديال الدقيق ديال القمح ديال الدار، حيت منه النخاله الرقيقه والغليظه. صافي وغادي نخلط هاد المكونات ديالي. درت هذا الراس هذا ديال العجانه غير باش نخلط به هاد المكونات هادو في الاول. صافي غادي نخدم المكونات ديالي مزيان بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا هاد العمليه بيديكم الا بغيتوا. صافي هنايا غادي نبدل الراس ديال العجانه، غندير هذا الراس هذا اللي كيعجن، وغادي نضيف باقي المكونات. صافي غنضيف على هذا الخليط كيلو ديال الفرينه، دقيق ديال الفرينه البنات، ماشي الفورس، هذه فرينه المغربيه، راه كتباع في المطاحن هكا مطحونه، اولا كتشريوها حبوب وكتنقيوها وكطحنوها. صافي ضفت نصف الكميه الاولى وضفت شويه ديال الماء، وغنضيف النص الثاني، وغادي نبدا نعجن. غنخدم العجانه وكنبدا نضيف الماء هكا شويه بشويه وحتى كتجمع ليا الخليط. غير كتخلط شويه هذا العجين هذا، وغادي ندوز باش نضيف ليه نص كاس ديال زيت الزيتون. هاد الكاس هذا ديال اتاي نضيف النص ديالو زيت الزيتون، وغادي نضيف الملح. هنايا الملح على حسب الذوق ديالكم، تقريبا واحد المعلقه صغيره اولا على حسب الذوق ديالكم. صافي وغادي نخدم العجانه ديالي ونخليها تخدم العجين ديالي مزيان، تلكها مزيان حتى كنتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون رطب كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. واحد العجين اللي هو صحي وغادي ينفعكم بزاف صراحه، بلا فورس بلا فينو بلا حتى شي حاجه، كيجي زوين هذا العجين. غادي تشوفوا معايا كيف ما كتشوفوا، هذا هو العجين ديالي. غادي ندهنه بشويه ديال الزيت، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نغطيه وكنخليه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. يعني كنخليو هاد العجينه هذه تخمر مزيان حتى كتولي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. شوفوا الشكل ديال العجين، عجينه اللي هي ناجحه صراحه، بلا فورس بلا حتى شي حاجه، كتجي زوينه وشي حاجه اللي هي صحيه. صافي كيف ما كتشوفوا كنخدمها واحد شويه، كنحيد من الهواء وكنقسمها على جوج. النص الاول كنخليه جانبا، والنص الثاني ضفت ليه هنايا الزعتر غادي نخدم به ميني بيتزا. صافي كناخذ الجزء الاول اللي خليته هكا ما ضفت ليه والو، غادي نخدمو به ميني بضبوط، كنقسمو كذلك على زوج، وغادي نبدا نطلق في العجين ديالي هكا بالمدلك باستعانه بشويه ديال الدقيق بطبيعه الحال. صافي كنبسط العجين ديالي ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش عاوتاني غليظه، وغادي نبدا نقطع فيها هكا بالقطعه. غندير هكا ميني بطبوط اللي هو مربع، وانتم كيبقى لكم الاختيار، ديروا مربع اولا دائري، كيبقى لكم الاختيار. هذا المربع هذا بعدا ما كيضيعش لنا عجين بزاف. داك الدائري كتبقاي تلويه وتبسطيه وتلويه، كيجيني افضل. انا هذا المربع كيجيني افضل من داك الدائري. صافي هنايا من بعد ما قطعت العجين ديالي، خديت واحد المنديل وغادي نبدا نوضع فيه العجين ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي غادي نوضعها وغادي نخليها تخمر واحد شويه، تقريبا واحد 15 دقيقه ولا على حساب الجو. المهم تخمر شويه العجين، عاد غادي ندوزو نطيبوها. دابا هنايا غادي ندوز للعجين ديال البيتزا، حتى هي غادي نبسطها بنفس الطريقه، وغادي نثقبها هكا بالفورشيت اولا هذيك الاله اللي كنثقبوا بها العجين ديال البيتزا. صافي وغادي نبدا نقطع العجين ديالي بهذا الشكل هذا، قطع هكا دائريه اولا ديروا نتوما الشكل اللي بغيتو. صافي كنوضع العجين ديالي مباشره في اللاطه اللي غتدخل الفرن، ما كنخليها تخمر ما حتى شي حاجه، لانها خمرات المره الاولى وخليتها ايضا ارتاحت المره الثانيه ملي بديت كنحضر في الميني بطبوط.
صافي غادي نديرها مباشره لاطه في اللاطه ديال الفرن اللي سخنته من قبل، وغادي ندخل الميني بيتزا ديالي غير كتصهد، يعني ما كنطيبوهاش، غير كتصهد وكنحسوا بها نشفات، يعني كتنشف لينا مزيان صافي وكنخرجوها. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نطيبوا الميني بطبوط. خذوا هكا مقله اللي بغيتو، ثقيله ولا خفيفه كيبقى لكم الاختيار، اي وحده كتقضي الغرض. صافي كنوضع هكا القطع ديالي وكنبدا نقلبهم. حاولوا ما تخليوهمش يتحمروا لكم، يعني قلبوهم وهما بيضين، لان الا تحمروا لكم من الاسفل قبل ما تقلبوهم ما كيبغوش يتنفخوا لكم. حاولوا تقلبوهم وهما مازال بيضين، كتبقاو تقلبوا فيهم على جهتين حتى باش يتنفخوا لكم. صافي بهذا الشكل هذا. شفتوا نتوما القطع اللي خليتهم تحمروا ما تنفخوش ليا، القطع الاخرى تنفخات. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل المطبوط كامل اللي عندي. شوفوا الشكل ديالو كيجي زوين ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وباش ينجح معكم ضروري تقلبوا البطبوط ديالكم. المهم بعدا توضعوا المقله على نار متوسطه، ما ديروش العافيه مهيله عاوتاني فهو كيتفص ما كيبغيش يتنفخ لكم. درجه الحراره يعني تكون متوسطه. وان فوا كنوضعوهم شويه كيقبطوا راسهم غير شويه وهما بيضين، كنبقى نقلب فيهم على جهتين، كنبقى نقلب فيهم صافي باش يتنفخوا ليا. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بطبوط ديالي والميني بيتزا. شوف ما شاء الله هاد الكيلو تقريبا ربع ديال الدقيق كيعطي كميه لا باس بها، يعني كدير لكم مده. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو خفافين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. غنقطع معكم واحد القطعه ديال البطبوط. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف وكيجي فارك كما كنقولوا. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي زوين بزاف. ممكن تحضروا به يعني بزاف يعني بزاف ديال الوصفات. هذا العجين هذا ممكن تحضروا به بزاف ديال الوصفات. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ كناخذ هكا بلاستيك ديال المجمد اولا العلب اللي بغيتو، غير هو العلبه كتاخذ لكم ليسباس اكثر. انا كنفضل ندير هذا البلاستيك هذا. صافي كنوزعو، كندير على حساب الكميه اللي بغيت. والا كنتو هكا شي اسره اللي هي صغيره ممكن ديروا بلاستيكات صغار من هادو ديري فيهم الكميه اللي غادي تقدكم. صافي وكتوضعوهم في المجمد فين ما كتحتاجيهم كتجبديهم. صافي كنسد هكا البلاستيكه ديالي وكنخرج منها الهواء. صافي وكندير الميني بيتزا حتى هي بنفس الطريقه، حتى هي كنضعها في بلاستيك هكا وكنوضعهم هكا في المجمد. كنت نحضر معكم شي عجين اللي هي صحيه هكا بلا فورس بلا فينو بلا حتى شي حاجه، شي عجين اللي هي صحيه تنفعكم هكا في رمضان ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ويعجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.